السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهارده هنتكلم على دي ان اي ميوتيشنز. الميوتيشنز معناها الطفرات. طب إيه هي الميوتيشن؟ قبل ما نخش على المحاضرة بتاعتنا معظمها ترمينولوجي. هنفتكر عندنا بعض الترمينولوجي. يعني إيه جين؟ الجين هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن a sequence of DNA with known function. أنا دلوقتي عندي الجين عبارة عن sequence of DNA with known function. الجين ده بيحصل له ترانسكريبشن بيدينا الماسنجر ار ان اي، والماسنجر ار ان اي بيحصل له ترانسليشن بيدينا البروتين بتاعنا، الفانكشن بروتين بتاعنا. طب ده كده الجين. طب يعني ايه بقى ميوتيشن؟ ميوتيشن معناها a change in the DNA sequence او change in the gene. يعني الجين ده بتاعنا بيحصل فيه طفره، فبيحصل فيه تغيير، فبالتالي هيحصل تغيير في الناتج بتاعه اللي هو البروتين. تمام؟ ده كده معنى كلمه ميوتيشن. يبقى الميوتيشن معناها طفره، هي عباره عن ايه؟ change in the DNA sequence، هي تغيير في الدي ان اي سيكونس بتاعي. دي معنى كلمه ايه؟ ميوتيشن. طيب ميوتنت. ميوتنت يعني ايه؟ ميوتنت دي معناها an organism or a gene that is different from normal type. يعني ايه ميوتنت؟ انا دلوقتي قلت لك عندي جين طبيعي، نورمال جين اهو. النورمال جين ده حصل فيه ميوتيشن. طب بعد ما حصل فيه ميوتيشن بسميه ايه؟ بسميه ميوتنت جين. تاني، انا لو عندي مثلا كائن حي، اورجانيزم معين، الاورجانيزم ده نورمال، جيت عملت فيه ميوتيشن، بعد ما عملت الميوتيشن بسميه ايه؟ بسميه ميوتنت اورجانيزم. يبقى ميوتنت معناها ايه؟ معناها ان اورجانيزم or a gene that is different from normal type. طيب ميوتاجينيسيس. ميوتاجينيسيس دي العمليه نفسها، process of producing mutation، عمليه انتاج الطفرات بسميها ميوتاجينيسيس. ميوتاجينيسيس a process of producing mutation. ده كده بالنسبه ايه؟ للميوتاجينيسيس. طيب يعني ايه ميوتاجين؟ ميوتاجين دي عباره عن ايه؟ عباره عن الايجنت اللي بيسبب لي الميوتيشن. الايجنت دي بقسمه لحاجتين، يا فيزيكال ايجنت يا كيميكال ايجنت. الكيميكالز عندنا زي ايه؟ زي الايثيديوم بروميد. الايثيديوم بروميد انا بقدر استخدمها كميوتاجين، وبقدر كمان استخدمها في اللاب اللي انا بعمل فيجواليزيشن للدي ان ايه في الاجروس جيل. مع ان الحته دي انا هقولها قدام. يبقى الكيميكال ايجنت عندنا او الكيميكال ميوتاجين زي ايه؟ زي الايثيديوم بروميد. طب الفيزيكال زي اليو في ريز، الالترا فايولت راي، زي الجاما راي، زي الاكس راي. ده كده بالنسبه ايه؟ للميوتاجين. طيب يبقى تاني، اول حاجه عندنا عاوزين نفرق بين الاربع مصطلحات دول. ميوتيشن. يعني ايه ميوتيشن؟ ميوتيشن معناها تشينج ان ذا دي ان سيكونس. انا عندي اهو جين طبيعي، حصل تشينج، تغيير في الجين ده او تغيير في السيكونس دي، بسميه ميوتيشن، طفره. دي معنى كلمه ميوتيشن. طب ميوتنت. ميوتنت معناها ايه؟ الجين اللي حصل له ميوتيشن. انا لو عندي جين نورمال جين عملت فيه طفره او حصل له طفره، حصل فيه ميوتيشن، بسميه ايه؟ بسميه ميوتنت جين. طب ميوتاجينيسيس. ميوتاجينيسيس دي البروسيس اوف بروديوسينج ميوتيشن، عمليه انتاج الطفرات بسميها ميوتاجينيسيس. طب ميوتاجين. ميوتاجين ده عباره عن الايجنت اللي بيسبب لي الميوتيشن، ممكن يبقى كيميكال او فيزيكال. قلنا كيميكال زي الايثيديوم بروميد، ودي ممكن استخدمها قضيه عندي في المعمل. وعندنا الفيزيكال زي اليو في ريز، ودي بتسبب لها حاجه اسمها ثيامين دايمر، ما علينا نشرحها قدام. والجاما ريز والاكس ريز ده بتكسر لي الدي ان اي اصلا. تمام؟ دي كده بالنسبه ايه؟ للفيزيكال ميوتاجين. بالنسبه للفرق بين الاربعه دول. دلوقتي بقى نخش على بعض الفروقات. هنحسب ايه؟ دلوقتي هنقول types of mutation according to حاجه. اول حاجه عندنا types of mutation based on cause. دلوقتي هنتكلم على انواع الميوتيشن، بس هنا هنتكلم على السبب بتاعها. عندنا بنقسمه لحاجتين، types of mutation based on cause، على السبب بتاعها بنقسمهم لنوعين، spontaneous mutation induced mutation. ايه الفرق بين الاثنين؟ ال spontaneous mutation occur naturally، دي طفره بتحدث طبيعي. طب دي result from ايه؟ result from abnormality in biological process. يعني ايه؟ يعني الطفره دي اللي هي ال spontaneous mutation ممكن تحدث نتيجه ايه؟ نتيجه مثلا DNA replication errors. دي طفره بتحدث طبيعه في الجسم، بتحصل نتيجه ايه؟ نتيجه abnormality in biological process اسمها spontaneous mutation، دي occur naturally. طب الثانيه، النوع الثاني اللي هو ال induced mutation، دي اسمها induced mutation caused by mutagen، بتحصل عن طريق الميوتاجين. والميوتاجين عندنا بقسمهم لحاجتين، الكيميكال والفيزيكال. ممكن تحصل عن طريق الكيميكال ميوتاجين او الفيزيكال ميوتاجين. يبقى انا كده اول تقسيمه عندي بقسم الميوتيشن على حسب ايه؟ على حسب based on cause، على حسب السبب. عندنا spontaneous mutation induced mutation. ايه الفرق؟ قلنا ال spontaneous mutation دي بتحدث naturally، طبيعيه، نتيجه ايه؟ نتيجه abnormality in biological process. مثال عندنا الدي ان replication errors.
طب الانديوزد ميوتيشن دي بتحصل نتيجه ايه؟ نتيجه ميوتاجين. الميوتاجين ده ممكن يبقى كيميكال ميوتاجين او فيزيكال ميوتاجين. دي بتحدث نتيجه ايه؟ نتيجه ظروف خارجيه، بينما دي بتحدث طبيعيه. ده كان بالنسبه لاول تقسيمه عندنا. طب تاني تقسيمه نقسم الميوتيشن تايبس اوف ميوتيشن بيزد اون لوكيشن، على الموقع بتاعها، على حسب الموقع الميوتيشن نفسه. طب بنقسمهم لايه؟ بنقسمهم حاجتين: سوماتيك ميوتيشن وجيرملاين ميوتيشن. سوماتيك من اسمها، سوماتيك ميوتيشن اوكر بتحصل فين؟ بتحصل في السوماتيك سيل، الخلايا الجسديه. سوماتيك ميوتيشن بتعمل ايه؟ بتأثر على الخلايا الجسديه، ولكن and not inherited. يعني ايه؟ انا عندي دلوقتي السوماتيك ميوتيشن دي عباره عن ميوتيشن، طفره بتحدث في الخلايا الجسديه. طب الطفره دي not inherited، لا تورث للاجيال الجايه، يعني بيحصل لها not passed to next generation. دي بالنسبه ايه؟ للسوماتيك ميوتيشن. طب تاني نوع عندنا، تاني نوع based on location اسمه germline mutation. دي بتحدث فين؟ بتحدث في الجاميتس، الجاميتيك سيل. طب الطفره دي اللي بيحصل لها، الطفره دي affected gametic cell and inherited، تورث. تمام؟ يبقى تاني نوع عندي من الطفرات انا بقسم types of mutation based on location لحاجتين: somatic mutation germline mutation. ايه الفرق بين الاثنين؟ somatic mutation دي طفره بتحدث في البادي سيلز او السوماتيك سيلز، الخلايا الجسديه. الطفره دي لا تورث not inherited. طب بينما النوع الثاني اسمه germline. الجيرملاين ده بيحصل في الجاميتس. فايه اللي بيحصل له؟ ده بيبقى inherited، يعني يورث للاجيال الجايه، بيحصل له pass to next generation. ده بالنسبه ايه؟ للجيرملاين ميوتيشن. ده كده بالنسبه لتاني نوع عندنا اللي هو types of mutation based ايه؟ based on location. طيب دلوقتي بقى نخش على عنوان جديد: types of gene mutation. هنتكلم بقى على الطفرات اللي بتحدث على مستوى الجين. الاول ده كان بعض الترمينولوجي عشان نفهم يعني ايه ميوتيشن، يعني ايه ميوتات، يعني ايه ميوتاجين، يعني ايه ميوتاجينيسيس. دلوقتي هنخش بقى على انواع الميوتيشن اللي بتحصل فين؟ اللي بتحصل عندي في الجين. طب types of gene mutation عندنا البوينت ميوتيشن. بوينت ميوتيشن عندي بقسمها لثلاث حاجات. اول حاجه insertion deletion substitution. ايه الفرق؟ insertion من اسمها، insertion معناه ان انا بضيف نيوكليوتايد. when a nucleotide is inserted. طيب deletion من اسمها، بشيل نيوكليوتايد. when a nucleotide is deleted. طب substitution ببدل. when a nucleotide is switched أو swapped with another one. ده بالنسبة للبوينت ميوتيشن. يبقى أنا عندي البوينت ميوتيشن بقسمه ثلاث حاجات: insertion بضيف نيوكليوتايد، deletion بشيل نيوكليوتايد، substitution ببدل نيوكليوتايد بواحدة تاني. طيب هنخش بقى على أنواع الميوتيشنز، والجزئية دي أهم جزئية عندنا في المحاضرة. اللي فات ده كان عبارة عن بعض الترمينولوجي نفهمها. طب هنا عندنا أول نوع عندنا السايلنت ميوتيشن. إيه هو السايلنت ميوتيشن؟ هنشرحه قبل ما نقول أي حاجة. دلوقتي أنا عندي الكودون. الكودون فكرته ايه؟ الكودون ده عباره عن بيكون 3 نيوكليوتايدز، وال3 نيوكليوتايدز بيدينا امينو اسيد. طيب احنا قلنا حاجه في محاضره الدي ترانسليشن، قلنا ايه؟ قلنا اللي عندنا ان في حاجه اسمها ديجينرسي اوف جينيتيك كود. يعني ايه؟ ممكن يبقى امينو اسيد واحد ليه اكتر من كودون. طب مثال عندنا الايسولوسين. الايسولوسين ده عباره عن امينو اسيد ليه 3 كودونز. ايه هم؟ اي يو اي، اي يو يو، اي يو سي. طب يعني ايه بقى سايلنت ميوتيشن؟ سايلنت ميوتيشن معناها ان بيحصل تشينج في نيوكليوتايد. تمام؟ حصل تشينج في النيوكليوتايد دي، ولكن التشينج ده هيدينا كودون مختلف. طب الكودون المختلف هيدينا نفس الامينو اسيد. دي معنى كلمه سايلنت ميوتيشن. يعني مثال عندنا اي يو اي ده بيدينا الايسولوسين. طب حصل سايلنت ميوتيشن، حصل ان النيوكليوتايد دي اتبدلت بدي اي يو يو. الاي يو هتدينا برضه نفس الامينو اسيد اللي هو ايه؟ الايسولوسين. طب دي فايده ايه؟ دي حصل نتيجه حاجه اسمها ديجينرسي of genetic code. دي معنى ايه؟ معنى السايلنت ميوتيشن. طب تعالى بقى نقراه. سايلنت ميوتيشن a type of point mutation، هي نوع من انواع البوينت ميوتيشن. ايه اللي بيحصل؟ a single nucleotide is changed. النيوكليوتايد عندنا بتتغير، ولكن no change in protein. ليه؟ لان الامينو اسيد هو. طب ده نتيجه ايه؟ نتيجه الديجينرسي اوف جينيتيك كود. نتيجه عندنا ان امينو اسيد واحد ليه اكتر من كودون، فلو حصل تشينج في كودون واحد هيدينا كودون مختلف، ولكن الكودون المختلف ده هيدينا نفس الامينو اسيد. تمام؟ ده كان بالنسبه لاول نوع ميوتيشن عندنا السايلنت ميوتيشن. فكرتها شرحناها على الايسولوسين. قلنا الايسولوسين عندنا ده امينو اسيد ليه 3 كودونز. لو انا عندنا مثلا الكودون ده
لو حصل تشينج في النيوكليوتايد دي. طب حصل تشينج في النيوكليوتايد دي هيدينا ايه؟ هيدينا كودون تاني، ولكن الكودون التاني ده هيدينا نفس الامينو اسيد اللي هو الايسولوسين، فدي بنسميها سايلنت ميوتيشن. طيب تاني نوع عندنا اسمه ميسنس ميوتيشن. يعني ايه ميسنس ميوتيشن؟ الميسنس ميوتيشن هي عباره عن سبستيتيوشن بوينت ميوتيشن. ايه اللي بيحصل عندنا؟ انا دلوقتي عندي كودون بيديني امينو اسيد معين، وكودون تاني بيديني امينو اسيد معين، كودونين مختلفين عن بعض. اللي بيحصل عندنا بيحصل سبستيتيوشن، ولكن الميسنس ميوتيشن بتغير عندي من الامينو اسيد. طب ايه اللي بيحصل عندنا؟ عندي الميسنس ميوتيشن عباره عن ايه؟ عباره عن سبستيتيوشن بوينت ميوتيشن. اللي بيحصل single basis is switched with a different incorrect one. ده اللي بيحصل في الميسنس. زي عندنا الجي اي اي. الجي اي اي ده بيدينا الجلوتاميك اسيد. طيب لما بيحصل سبستيتيوشن الاي تتبدل بالتي، هيدينا ايه؟ هيدينا الفالين. طب ده هيأثر علينا ايه؟ ده بيسبب عندنا مرض اسمه سيكلد ريد بلاد سيلز، سيكلد سيل انيميا. طب ده بيأثر عليه؟ بيأثر طبعا على الفينوتايب. الميوتيشن دي بتأثر، اول ميوتيشن قلناها هو دلوقتي افكتد الفينوتايب. ازاي؟ دلوقتي عندي النورمال ريد بلاد سيلز. اللي بيحصل ده عندي النورمال ريد بلاد سيلز عندنا عباره عن امينو اسيدز موجود فيها ايه؟ موجود فيها الجلوتاميك اسيد، ده النورمال. طب السيكلد بقى اللي هو فيه المرض، السيكلد ده بيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن ميسنس ميوتيشن. اللي حصل عندنا ان في بيز حصل لها نيوكليوتيد، حصل لها سويتشد with another one، فادانا امينو اسيد اللي هو الفالين، فادانا المرض اللي هو اسمه ايه؟ سيكلد ريد بلاد سيلز. يبقى تاني نوع من انواع الميوتيشن عندنا ميسنس ميوتيشن. يعني ايه؟ ميسنس هي عباره عن سبستيتيوشن ميوتيشن. اللي بيحصل ان في بيز، في قاعده عندنا بيحصل لها سويتشد with incorrect one. يعني عندنا الاي اللي بتدينا الجلوتاميك اسيد اتغيرت بالتي ادتنا الفالين. طب ده سبب لنا ايه؟ سبب لنا حاجه اسمها سيكلد ريد بلاد سيلز. تمام؟ ده كان بالنسبه لتاني نوع عندنا. طب تالت نوع عندنا نيوترال ميوتيشن. ايه فكره النيوترال ميوتيشن؟ فكره النيوترال ميوتيشن ان بيحصل تشينج في الامينو اسيد، ولكن الامينو اسيد اللي اتغير مكان التاني ده بيبقى نفس الكيميكال بروبرتيز، فبالتالي ما بيأثرش على الفانكشن بتاعت البروتين. تمام؟ ده بالنسبه للنيوترال ميوتيشن. يعني ايه نيوترال ميوتيشن؟ نيوترال ميوتيشن عباره عن بيس سبستيتيوشن. حصل بيس سبستيتيوشن اهو، اللي هو الاي اتبدلت بالسي، ولكن result in substitution of an amino acid with similar chemical properties. ايه المثال عندنا؟ مثال عندنا الجي اي اي، ده بيدينا الجلوتاميك اسيد. لو حصل سبستيتيوشن للاي ادتنا سي، يعني مكان الاي اللي حطت سي هيدينا ايه؟ الاسبرتيك اسيد. ده نفس الكيميكال بروبرتيز بتاع ده، فبالتالي not affected protein function، مش هيأثر على البروتين فانكشن. ده بالنسبه ايه؟ نيوترال ميوتيشن. يبقى النيوترال ميوتيشن احنا عندنا امينو اسيد حصل سبستيتيوشن فادانا امينو اسيد تاني، ولكن الامينو اسيد التاني الاثنين نفس الكيميكال بروبرتيز. دي معنى كلمه ايه؟ نيوترال ميوتيشن. يبقى النيوترال ميوتيشن حصل سبستيتيوشن، ولكن السبستيتيوشن ده اللي حصل عندي اداني امينو اسيد تاني، ولكن similar chemical properties، فبالتالي ايه؟ فبالتالي not affected protein function. نوع عندنا رابع نوع عندنا nonsense mutation. يعني ايه nonsense mutation؟ من اسمها nonsense يعني ستوب كودون بيحصل له كرييشن بدري. ازاي؟ انا عندي دلوقتي مثلا عندي امينو اسيد بروتين مثلا بيتكون من 100 حمض اميني، من 100 امينو اسيد. فاللي حصل ان انا جيت عند الامينو اسيد رقم 40 وعملت ستوب كودون، فاللي حصل عندي البروتين عندي بقى قصير. ده النونسنس ميوتيشن. يبقى النونسنس ميوتيشن when a stop codon is created in the wrong location. يعني لما يحصل عندي ان ستوب كودون يبقى موجود في الرونج لوكيشن. ستوب كودونز اللي هم ايه؟ اليو اي اي، اليو جي اي، اليو اي جي، دول الستوب كودونز. انا لو عندي مثلا طول البروتين بتاعي مثلا 100 امينو اسيد، فجي عند النيوكليوتيد رقم 40 حصل ايه؟ حصل ميوتيشن، نونسنس ميوتيشن، فحصل ستوب كودون، فبالتالي البروتين بتاعي بدل ما كان 100 امينو اسيد بقى كام؟ بقى 40 امينو اسيد. نتيجه ايه؟ نتيجه اللي حصل ستوب كودون حصل له كرييشن ان رونج لوكيشن. تمام. طب ده اللي هيحصل عندنا نتيجه النونسنس ميوتيشن اللي هيحصل بروتين سينس اند ايرلي. عمليه البروتين سينس هتنتج، هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها اند بدري. البروتين عندنا بدل ما كان مثلا 100 امينو اسيدز هيبقى 40 امينو اسيدز. نتيجه ايه؟ نتيجه النونسنس ميوتيشن ان ستوب كودون حصل له ايه؟ حصل له كرييشن الرونج لوكيشن في مكان خاطئ. طيب
اخر نوع عندنا فريم شيفت ميوتيشن، وده من اخطر انواع الميوتيشن. ليه بقى؟ لان الفريم شيفت ميوتيشن عباره عن ايه؟ عباره عن inserting or deleting single nucleotide. انا عندي دلوقتي مثلا سيكونس من الامينو اسيدز، لو شلت واحده او ضفت واحده، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل عندنا في الفريم شيفت ان البروتين الناتج عندنا بنسميه نون فانكشن بروتين، هي بتبوظ الفانكشن بتاعت البروتين. ازاي؟ هنشرحها دلوقتي. انا دلوقتي ده عندي النورمال بروتين بتاعي، دول امينو اسيدز اهو، دول عباره عن كودونز، وكل كودون هيدينا امينو اسيد. طب ايه اللي بيحصل عندنا في الميوتيشن دي؟ انا دلوقتي لو جيت شلت، لو عملت ديليشن للاي دي، لو شلت الاي دي شلتها، فايه الناتج اللي عندي؟ الناتج اللي عندي هيبقى كده اي يو جي اي اي جي 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 سي، تمام؟ سي سي اي. طب بص بقى الاختلاف بين ده وده نتيجه ايه؟ نتيجه الفريم شيفت ميوتيشن اللي حصل، اللي انا شلت نيوكليوتايد فادالي سيكونس. بص ده الامينو اسيدز اللي هتنتج من ده مختلفه عن ده تماما، السيكونس دي بقت مختلفه عن دي. فدي الفريم شيفت ميوتيشن دي بتعمل ايه؟ دي بروديوس نون فانكشنال بروتين، بتعمل ديستروي للبروتين بتاعي. معظم البروتينز عندنا لو حصل ميوتيشن في بس اونلي 1 امينو اسيد ممكن تقضي الفانكشن بتاعتها، بينما الفريم شيفت ميوتيشن دي بتبوظ كل الامينو اسيدز. كل اللي هي بتعمله ان احنا بيحصل انسرتنج اللي هو نيوكليوتايد تضاف، او بيحصل ديليتنج اللي هو المثال عندنا اللي انا شلت نيوكليوتايد. فايه اللي حصل عندي؟ ده النورمال. اللي حصل عندي نتيجه الفريم شيفت ميوتيشن اللي ينتج لي نون فانكشن بروتين، كل الامينو اسيدز اتغيرت، فبالتالي البروتين عندي بقى ايه؟ بقى نون فانكشنال بروتين. ده كده بالنسبه عندنا للدي ان ميوتيشن وبالنسبه للجيناتكس بلاي ليست.